السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوقات بنطلع لحوم أو فراخ أو حتى خضار من الفريزر وبنلاقي المنظر ده، وساعتها بنبقى مش عارفين ده عفن ولا ده إيه بالظبط، والأكل ده كده فاسد ويترمي ولا عادي وصالح للاستهلاك الآدمي. تعالوا مع بعض نعرف إيه اللي حصل ده وإيه أسبابه وإزاي نمنعه. اللي حصل ده اسمه الفريزنج بيرن أو حروق التجميد، وده بيحصل لما الأكل المحفوظ في الفريزر بيتعرض للهواء بشكل مباشر، فبتبدأ تتحول جزيئات المية الموجودة جوه الأكل إلى شكل بلورات تلج على سطحه. يعني بلورات التلج على سطح الخضار دي جاية من جوه الخضار نفسه، وبالتالي الخضار بيبقى دبلان لأن المية والرطوبة اللي كانت جواه اتسحبت على شكل البلورات اللي عليه من بره دي. وعلى الرغم من إن حروق التجميد غير ممرضة، بس الجزء اللي حصل فيه الحرق ده بيفقد القيمة الغذائية بتاعته، وكمان طعمه بيكون ليه طعم معدني أو طعم غير مقبول. دي أمثلة عملية لحروق التجميد عشان نعرف منها يعني إيه حروق تجميد. الجزء ده من الفرخة كان محفوظ عندي في الفريزر لفترة طويلة، والكيس اللي كان محفوظ فيه اتقطع. اللي حصل دلوقتي إن عندي الجزء ده من الجلد لونه أبيض، الجزء ده من الجلد لونه أبيض أكتر من الجزء ده، وده معناه إن الجزء ده اتعرض لحروق تجميد. غير اللون الأبيض كمان اهوت، يمكن هنا واضح الفرق بين ده وده. الجزء ده عندي حصل فيه حروق تجميد. غير كده كمان لو جينا قلبنا حتة الفرخة اللي عندي دي، هنلاقي فيه قطع تلج اهيت موجودة على سطح الفرخة. التلج ده أو بلورات التلج دي جاية من جوه النسيج نفسه بتاع الفراخ، جاية من جوه اللحم والنسيج نفسه. مثال كمان أغلبنا يمكن بنلاحظه لما بنيجي نخزن البسلة في الفريزر ونيجي نطلعها، بنلاقي إن حبيبات البسلة عاملة بالمنظر ده. شايفين مصفوطة إزاي؟ ده طبعا بعد ما طلعتها من الفريزر وفكت وحبيبات التلج اللي كانت حواليها كلها دابت، لقيتها بالمنظر ده، دبلانة كده زي ما انتوا شايفين، دبلانة وطعمها متغير، طعمها مش حلو خالص. ده معناه إن حصل لها حروق تجميد، وهنعرف أسبابه ونعرف نعالجه إن شاء الله إزاي. حاجة كمان، دي طماطمايه اتعرضت بالكامل لحروق تجميد. انا عندي بخزن الطماطم زي ما هي كده مصححاها في الفريزر، طبعا ما كانتش متغطيه واتخزنت لفتره طويله، كنت راسيها فقعدت عندي فتره طويله فحصل لها المنظر ده. دي كده بصوا خفيفه جدا جدا جدا، كل المحتوى الميه اللي جواها اتبخر، بقت عباره بس عن قشره. تعالوا كده نفتحها ونشوف جواها ايه. بصوا ناشفه تماما، عباره عن الياف، يعني هي خلاص كده اتليفت، وكل محتوى الميه او السائل اللي جواها اتبخر، بقت عباره عن حاجه بتشد اهي، اهي ناشفه تماما. دي كانت طماطمايه حصل فيها بالكامل حرق تجميد. عرفتوا بقى حرق التجميد بيعمل ايه؟ بينشف الحاجه، بينشف سواء كان خضار او فاكهه او لحمه او فراخ او اي حاجه، بينشفها، بيخليها ناشفه زي ما احنا شايفين كده، بيسحب محتوى الميه اللي جواها، الرطوبه اللي جواها، بيخليها عباره عن يعني نسيج جاف بدون طعم، طعم وحش كمان، حتى طعمه بيبقى طعم لاذع او طعم معدني، طعم غير مقبول. ازاي بقى نمنع حدوث حروق التجميد دي؟ اول حاجه، لو انا هجمد اكل مستوي او اتعرض للحراره، فلازم انتظر لحد الاكل ما يبرد تماما. بمجرد ما يبرد هاخد اكيسه في اكياس فريزر واحفظه في الفريزر. ايه ده، هو في اكياس للفريزر واكياس مش للفريزر؟ ايوه، في اكياس مخصوصه لحفظ الطعام في الفريزر، ودي بتكون اكثر سمك من الاكياس العاديه، وكمان بتكون بلاستيك صحي اللي هو رقم 5، ده غير انها بتكون محكمه الغلق. طيب لو اكياس الفريزر دي مش موجوده، ينفع احط في الاكياس العاديه بتاعه السندوتشات؟ ايوه ينفع، بس بشروط. اول حاجه ان الاكياس اللي استخدمها دي ما تكونش اكياس ملونه، لان الاكياس الملونه خطر جدا، ولكن الافضل احنا نستخدم الاكياس الشفافه. تاني حاجه، ممكن استخدم كيس وبعدين الف عليه كيس تاني، او ان انا احط الاول الحاجه في ستريتش وبعد كده الف عليها كيس واحطها جوه كيس، او ممكن احطها في كيس تلاجة وبعد كده الف عليها ورقه فويل. كمان لو حطيناها في اكياس تلاجة عاديه، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نطلع الهواء اللي جواها، بنضغط كده بايدينا لحد ما نطلع الهواء اللي جواه. ويا ريت لو متوفر الجهاز ده، والجهاز ده بيسحب كل الهواء الموجود جوه الكيس وبيقفل كمان الكيس كويس، فبيمنع الاكل ان هو يتعرض للهواء فيحصل له حروق تجميد، ان هو يتاكسد معاه الهواء. لو احنا هنجمد سوائل زي شوربه او لبن او غيره، لازم نخلي بالنا ان السوائل دي بتتمدد بالتجميد. لذلك لو احنا هنحفظ السوائل دي في برطمانات ازاز او حتى في اكياس بلاستيك، فلازم نسيب مساحه كافيه للتمدد ده، عشان لما التمدد يحصل ما يحصلش انفجار للبرطمان الازاز او حتى للكيس. كمان المفترض ان احنا لو هنحفظ طعام في الفريزر ما نحفظهوش لفترات طويله،
انا هقول لكم ان شاء الله في نهايه الفيديو فتره حفظ لكل طعام قد ايه. لكن المفترض ان احنا نستهلكه قبل الفتره ديت، وان احنا بندون على كل حاجه حاطينها في الفريزر التاريخ بتاعها، وبنستخدم اللي اقدم فالاحدث. يعني اول حاجه نستخدمها هي الحاجه القديمه، ونسيب الحاجه الجديده للاخر خالص. كمان عشان نحمي الطعام بتاعنا من حروق التجميد، المفروض ان احنا نحافظ على درجه حراره الفريزر ثابته. طب دي نعملها ازاي؟ ما نفتحش باب الفريزر الا للضروره، مش كل شويه نفتحه ونفضل واقفين كده في التلاجة وسايبين الباب مفتوح لدقايق وبعدين نقفله. مع تكرار الامر كذا مره بيعمل تذبذب في درجه حراره الفريزر. التذبذب ده بيؤدي الى حروق التجميد وتكون بلورات التلج. في حاجات اصلا ما ينفعش ان احنا نحفظها في الفريزر، زي مثلا البيض. لو خزننا البيض بقشره في الفريزر، مكونات البيض الداخليه هتتمدد والقشره تنفجر. لو عايزين نخزن البيض في الفريزر بنعمل ايه؟ بنضرب البياض مع الصفار، بنخفقهم كويس مع بعض وبنحطه في علبه وبنشيله في الفريزر. كمان الخضروات والفواكه المائيه، يعني نسبه الميه فيهم عاليه، ما ينفعش نخزنها في الفريزر، زي الخس والخيار والكرفس والبطيخ وغيره. لو خزننا الرز والمكرونه المستويين، يعني احنا سوينا الرز والمكرونه واتبقى عندنا شويه فشلناهم في الفريزر، لما هنرجع نفكهم هنلاقي طعمهم اتغير وطعمهم مبقاش حلو. كمان المايونيز والتوميه، لو خزننا المايونيز والتوميه في الفريزر، مكونات المايونيز او التوميه دي هتفصل لكتل وميه، وبالتالي هيكون فسد، مش هينفع ان احنا نستهلكه مره تانية. كمان اللحمه المجمده اللي هي كانت مجمده وفكناها، ما ينفعش ان احنا نرجع نجمدها تاني. والكلام مش على اللحمه بس، الكلام على اللحمه والاسماك والفراخ. ما ينفعش ان احنا نجمدهم وبعدين نفكهم وبعدين نرجع نجمدهم تاني. الموضوع ده بيخلي الحمل البكتيري على اللحوم ديت عالي، وبالتالي ممكن يكون خطر جدا على الصحه. ودي امثله لبعض الاطعمه ومده صلاحيتها في الفريزر وفي التلاجة. يعني لو هنتكلم عن اللحوم الحمراء والبتول والضاني، فعندنا الستيك او الشرايح صلاحيته في التلاجة من 3 ل5 ايام، وفي الفريزر من 6 ل 12 شهر. واللحمة المتقطعة صلاحيتها في التلاجة من 3 ل5 أيام، وفي الفريزر من 4 ل6 شهور. واللحمة الخاصة بالشوي لو في التلاجة من 3 ل5 أيام، والفريزر من 4 ل 12 شهر. أما الطيور زي الفراخ والرومي والبط وغيره، فلو الفرخة كاملة أو الرومي كامل فده بياخد معانا من يوم ليومين فترة صلاحية في التلاجة، أما في الفريزر فبيكون سنة. ولو البط اللي عندي أو الرومي أو الفراخ متقطع، فده برضو في التلاجة بياخد من يوم ليومين، ولكن في الفريزر بياخد 9 شهور. وهنا عندنا مدة صلاحية الرومي أو الطيور لما بتكون متقطعة بتكون أقل منها لما تكون كاملة على بعضها. وده لأن الطيور اللي عندي لما بتكون متقطعة بتكون مساحة السطح بتاعتها المعرضة للبكتيريا وللهواء أعلى، وبالتالي بتكون مدة صلاحيته أقل. أما الأسماك ففترة صلاحيتها في التلاجة من يوم ليومين، وفي الفريزر من 6 ل 8 شهور. والأسماك الدهنية أو المحتوى الدهني بتاعها عالي زي الإيل أو الأسماك التعابين، فدي بتكون فترة صلاحيتها في التلاجة من يوم ليومين، لكن في الفريزر من 2 إلى 3 شهور. وهنا نلاحظ إن فترة الصلاحية بتاعتها قليلة، لأن الدهون سريعة الفساد جوه الفريزر أو بره الفريزر. الدهون هي أول حاجة بتفسد، فبالتالي من بعد 2 ل3 شهور بتفسد وما ينفعش إن احنا نستهلكها. آخر حاجة هنتكلم عليها هي باقي الأكل، زي اللحمة والفراخ المطبوخة، دي صلاحيتها في التلاجة من 3 إلى 4 أيام، وفي الفريزر من 2 ل6 شهور. أما الناجتس فده بيقعد في التلاجة من 3 ل 4 أيام، وفي الفريزر من 1 ل 3 شهور. البيتزا بتقعد في التلاجة من 3 إلى 4 أيام، وفي الفريزر من 1 ل2 شهر. وهنا ما اعتقدش ان هو بيتكلم على البيتزا الجاهزة اللي هي خلاص عملتها وحطيت على الصلصة والجبنة والخضروات بتاعتها وسويتها وبعد كده رجعت حطيتها في الفريزر. أظن ان هي لو طلعت من الفريزر بعد كده بيكون طعمها مش حلو لو رجعت سخنتها تاني. اكتبوا لي في الكومنتات هل حد فعلا جرب قبل كده البيتزا ان هو سواها وحطها في الفريزر ورجع سخنها تاني، يقولي طعمها فعلا كان عامل ازاي. لو حد جربها يكتب لي في الكومنتات. اخر نقطه هتكلم فيها وتعتبر اهم نقطه في الفيديو، اللحوم داخل الفريزر ممكن يحصل لها تعفن او نمو فطري، وده له اسباب كتير، زي تذبذب درجه الحراره في الفريزر زي ما قلنا، او ان اللحمه كانت ملوثه قبل حفظها في الفريزر، او حفظ اللحوم لفترات طويله، او سوء التخزين، او غيرها من الاسباب. العفن ده ممكن يكون لونه اخضر او اسود، وساعتها نعرف ان هو عفن، لكن ممكن كمان يكون لونه ابيض، وساعتها مش هنعرف ده عفن ولا دي حروق تجميد. تعالوا اقول لكم ازاي نفرق بين عفن اللحوم وحروق التجميد. لو شكل الاصابات غير منتظم فدي حروق تجميد، انما لو شكلها منتظم فدي اذا عفن فطري. لو سطح الاصابه اقل من سطح اللحمه وتحس الاصابه كده جافه ومنكمشه فدي حروق تجميد. لكن لو سطح الاصابه اعلى من سطح اللحمه، طبعا مش اعلى بكتير، يعني اعلى بحاجه بسيطه من سطح اللحمه، فدي عفن فطري. واهم نقطه نقدر نفرق بيها بين عفن اللحوم وحروق التجميد، ان حروق التجميد هي جزء من اللحمه نفسها، اللي حصل ده حصل في نسيج اللحم نفسه،
وبالتالي صعب جدا ان انا اشيله من على سطح اللحمه. لو شلته هشيل نسيج او جزء من نسيج اللحمه نفسه اللي حصل فيه حروق التجميد ده، في حين ان العفن هو شيء سطحي، ممكن ان انا اشيله بسهوله من على سطح اللحمه وتفضل مطرح اللحمه من تحتها ما فيهاش اي اثر للفطر او العفن ده. حكم حروق التجميد هي ازاله الجزء اللي حصل فيه حرق، هو غير ضار زي ما قلنا، ولكنه بيفقد القيمه الغذائيه بتاعته وطعمه ما بيكونش مستذاب. اما في حاله عفن اللحوم فيفضل التخلص من اللحوم ديت، لان معنى ان حصل فيه عفن ان عليها بكتيريا اللود عالي او حمل بكتيري عالي او كميه كبيره من البكتيريا والفطريات اللي ممكن تكون افرزت سموم في اللحمه، فحتى لو شلناها ظاهريا فممكن تكون السموم موجوده داخل اللحوم، بالتالي يفضل التخلص منها وعدم استهلاكها. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى انكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. لو طلعتوا معلومه من الفيديو ما تنسوش اللايك والشير